بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن عكاوي دايب، بجد دايب. طبعا طريقته سهلة وجميلة جدا، وأحلى طريقة للعكاوي هتعمليها، بجد هتعجبك قوي. والطريقة سهلة وبسيطة، وطبعا في ناس بتحب الأكل ده، والأكل ده بيبقى بره غالي قوي. في البيت هنعمله بطريقة حلوة قوي. يلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه عايزينها مع بعض الخضار ده. انا جايبه 3 بصلات كبار متقطعه قطع كبيره شويه، وفلفل وطماطمايه واحده بس. يعني على العكاوي دي مثلا العكوه الواحده مثلا كيلو ونص، عكوه كبيره عملت عليها المقدار ده. احط بقى الحله بتاعتي على النار ومعلقه سمنه بلدي، او السمنه اللي انت بتستخدميها، بس انا بقول لك عملتها بسمنه بلدي بيبقى طعمها حلو قوي. مجرد ما السمنه تسيح انزل عليها بالخضار كله، اشوح الخضار. يعني انا انزل عليها بالخضار كله وافضل اقلب، عشان انا عايزه الخضار يدبل، يعني انا عايزاه يطرى شويه كده ما يتحمرش. اقلب تقلبتين للخضار، مجرد ما ينزل ميته كده ابدا بقى اركن الخضار كده على جنب، عشان انزل التوابل في قلب السمنه عشان تطلع ريحتها. نزلت المستكه ومعلقه حبهان ورق لوري مطحونين ناعم قوي، ومعلقه فلفل اسود، وكمان حطيت معلقه كزبره ناشفه. دي التوابل اللي انا عايزاها، بس عايزه تحطي توابل اكتر من كده حطي براحتك، بس انا ما بحبش في حاجات ما بحبش فيها ريحه التوابل، فدي كده عشان ما تبوظليش الطعم. قلبت بقى التوابل، اول ما تحطيها في السمنه كده بتطلع ريحه خطيره. يا دوبك التوابل شربت من الخضار، او الخضار شرب من التوابل، اكون بقى غسله كويس قوي العكاوي بتاعتي زي ما انت شايفاها. طبعا العكوه من فوق بتبقى كبيره كده خلاص، طبعا عظم وحواليها لحم، ومن تحت بتبقى رفيعة، ومن النص طبعا بتبقى القطعة متوسطة زي ما انتوا شايفين كده. دي شكل العكاوي بعد ما غسلتها وصفتها كويس قوي. اخد بقى العكاوي بتاعتي، والخضار بتاعي يكون دبل على النار، ريحته طبعا روعة. بصي هفرد الخضار كده وارصص فوقيه العكاوي اهو، وبعدين اقلبها بقى تقلبتين. بس طبعا اكون مجهزه عندي كوبايه ميه، احط كوبايه ميه واقلب بقى تقلبتين كده. طبعا يعني تعتبر العكاوي خلصت. طبعا الخضار ده كله هيدوب، هيدوب خالص مش هيبقى له اثر. انا هغطي عليها مجرد ما تغلي. شايفه لونها بيتغير ازاي؟ لونها بيتغير وبتبقى داخله في السوا. طبعا الدهون اللي فيها دي هتدوب كلها وهتدي طعم خطير. بقلب اول ما تغلي ووطي عليها جدا، يعني انا عايزاها تستوي على نار هاديه، هي ما بتاخدش سوا كتير. بس بصوا بقى، بجد بقت دايبه دوب. يعني كل ما اسيبها اغطي عليها واوطي، ومش كل شويه افتح عليها، يعني انا مثلا كل نص ساعه اخدها بقى خلاص وانقلها في طاجن زي ما انتم شايفين كده. نقلتها في طاجن عشان ادخلها الفرن، وارصص عليها من فوق طماطم، فلفل اخضر فلفل اصفر الوان براحتك خالص. انا حطيت طماطم وفلفل اخضر، وكمان حطيت فلفل اصفر. لما دخلت انا رصصت عليها كده الفلفل. خلاص خدها بقى الفرن عشان تنطر سمنتها. هتقعد مثلا نص ساعة في الفرن بس. هي طبعا مستوية، خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين كده. الله على الجمال بجد. عملت بقى الطماطم والبصل والفلفل، عملوا صوص رائع. طعمها دايب دوب، يعني هي ملمسها وطعمها دايب دوب حلو قوي، هتعجبكم. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.